بس الاكل كان صراحه فوق المتوقع. مش عارفه اعد ايه ولا ايه، الاكل كله حلو جدا. الاكل في المغرب يعني اول سيرش بيتعمل قبل السفريه، واهميته من اهميه الاماكن السياحيه بالظبط. لا، وبتبقى عارف اسماء اكلات ومطاعم اكتر من الاماكن اللي هتزورها. وزي ما بنحضر الشنطه بنحضر بطننا الاكل جديد كاتبينه في لستة الحاجات اللي لازم تتعمل وبتتعمل. اول حاجه طبعا الفطار في المغرب بسيط زي اي بلد. الزياده والضروري في كل ترابيزه هو زيت الزيتون. مع الاكل كان فيه فروت سالاد وعصير برتقان وشاي طبعا. الشاي هناك بيسموه الاتاي المغربي، وطعمه بيختلف عن هنا تماما. وفي منه انواع زي الشاي بالزعتر والشاي بالنعناع والشاي الاسود. في الغدا بقى حدث ولا حرج. بعد الكسكس المغربي الاصيل اللي بيدلع معدتك على الاخر، كلمه السطر طاجين الدجاج بالزيتون والليمون، دي حاجه كده فراخ معاها زيتون مخلل وليمون. في طاجينه دي عباره عن زي طاجن اللحم بالبصل اللي احنا متعرف عليها عندنا في مصر. يعني هي التست بتاعهم غير بتاعنا خالص. هم بيعملوها في الطاجين مع التوابل بقى المغربي. يعني هو الطاجين يا جماعه في كل يعني مش مكان واحد، طول ما احنا ماشيين زي الفول والفلافل كده عندنا منتشره جدا في اماكن كتيره. غير اللي قالته هند بقى، كلنا كمان طاجين لحم غنم بالبرقوق، وطاجين لحم بالخضروات، وسمك في مطعم اسمه حوت. جربنا طاجين جمبري بالكوسه وطاجين بابيلا، احلى بابيلا في الحياه. واطباق سمك تانية كتير مختلفه. الابيتايزرز كانت شوربه عدس عاديه ومعاها عدس بني، كان لذيذ. من الاخر الاكل كله عجبنا جدا. كمان جربنا اكل ايطالي كان لطيف جدا، مكرونه بالصوص الابيض وفراخ بصوص ديجون مسترد. بصوا التجربه كلها كانت تجنن. اخر حاجه نختم بيها الحلقه هي الحلو. جربنا كريم كراميل مره، ومره تانية اكلنا مولتن كيك. ياه، انا حاسه اني جوعت فجاه. حلاوه المغرب ان الاكل في اي مكان هو بنفس المستوى ونفس النفس المغربي بتوابلهم الحلوه دي. الطعم بس اللي بيتغير من طاجين لطاجين، فما يفرقش قوي 5 ستارز من اكل شارع. الشعب المغربي مضياف جدا، ومش هتتعرفوا عليهم بجد غير لو اكلتوا من الشارع. بصوا، روحوا واتبسطوا وتفسحوا، بس حد يقول لي جيت من غير ما اجرب الاكل يبقى بيهزر، لان المغرب في الاكل ما بتهزرش. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا نزوزي.